كتير مننا يقشر البرتقان ويرمي في الزبالة، ما يعرفش ان القشر ده كنز هنعمل منه النهارده وصفات. عايزه اقولك 8 استخدامات هنعملهم ما تخطرش على بالك، هتدعيلي عليهم. اولا كده مبدئيا اتمنى منك لو اول مره تشوفيني انا عزه بسيوني تدخلي تقيمي القناه لو عجبتك تشتركي فيها وتحطي لايك للفيديو وتعملي له شير عشان الوصفات دي كلها توصل لاكبر عدد من الناس، وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا اول حاجه كده قشر برتقان، قشر استفندي، ما يمنعش بردك كام قشره ليمونه لقيتيهم عصرتيهم حطيهم بردك معاهم، هتغمريهم بالميه من غير ما نقطع القشور ولا حاجه، زي ما هي كده بحالها. و تعالوا بقى عقبال ما يتغلي ويتسلق، تعالوا نشوف اول وصفة من قشر البرتقال. طبعا انا من سنتين قبل كده، الناس ما تعرفنيش، من سنتين نزلت فيديو مفصل عن الوصفة دي. مبدئيا احنا هنعمل بيها فانيليا بالبرتقال، او اللي هي الفانيليا الخام. اي حاجه هتستخدميها تعتبر بالنسبه لك بديل الفانيليا، هتنكي معاكي وتشيل زفاره البيض وبتدي ريحه وطعم حلو جدا. كل اللي عليكي ان انت هتاخدي لي الطبقه الخفيفه جدا دي، تعمليها زي شرايح الشيبس كده، يعني بحيث مجرد ما تشم هتدخليها الفرن تتحمص معاكي في ثواني لانها خفيفه جدا. حاولي على قد ما تقدري تبعدي عن الطبقه البيضاء، تطحنيهم، وبعد ما تطحنيهم طبعا لما بتاخدي الطبقه اللي بعيده عن البيضه دي انت ما بتحتاجيش تنخليهم، مجرد بس بتفرميهم في المطحنه بيبقوا معاكي بالنعومه دي. انما لو خدت الطبقه البيضاء محتاجه تهزيهم، لازم تهزيهم وتنزيهم بمصفى ضيقه كده لغايه ما تبقى معاكي بودره كده. استخدميها بقى بديل للفانيليا، طبعا الفانيليا مولعه نار فدي هتبقى او افضل بديل للفانيليا. تعالوا نخش مع بعض على الوصفه اللي بعد كده. طبعا قشر البرتقال هنا سلقته عشان احضر بيه الوصفات اللي بعد كده، بس الوصفه اللي انا بقول لك عليها دي ما يكون من غير ما يكون قشر البرتقال مسلوق. طبعا ساعات بنقلي سمك، بنشوي سمك، اي ريحه مش مستحبه في البيت حضرتك بقى هتجيبي لي قشرتين من يكون برتقان او استفندي ما يكونوش مسلوقين قبل كده، يعني زي ما احنا بنجيبهم قشر كده بعد ما بنقشر البرتقان. واحتفظي لي بشويه في التلاجة كده في اي علبه على رف التلاجة، ووقت ما تعملي تقلي سمك او اي قليه حضرتك هتجيبي قطعتين وتحطهم في اي كنكه على النار معاهم حته قرنفل، واحدتين قرنفل او حته قرفه خشب، وتحطيهم يغلوا على النار وانسي الزفاره. ما عندكيش لا ده ولا ده، حضرتك بقى ايه هتحطي القشرتين البرتقال يغلوا على النار وانسي اي ريحه زفاره. تعالوا نخش على الوصفه اللي بعد كده. لو انت عندك الكبه زي حالتي كده فرمتي فيها بصل او توم وريحتها مش حلوة وخايفة طبعا تستخدميها بعد كده في أي وصفة تانية تغير طعمها، فحضرتك هتجيبي لي قشرتين 2 بس وتحطيهم فيهم شوية مية وتضربيهم فيها، فكده تمام جدا هتضيع أي ريحة وهتبقى معاكي زي الفل، تستخدميها بعد كده براحتك. نفترض هنا أنا بحضر الوصفة دي عايزه اقول لك هنا انا استخدمت الكبه عشان اتخلص من الريحه، بس انت فيكي تستخدمي الخلاط بس هتحطي له شويه ميه. انا هنا صفيتها من الميه خالص عشان دي كبه عادي ممكن يتفرم، فهتطلع لي عجينه بالمنظر ده. عادي طلعت لي خشنه شويه، انا عايزاها خشنه، انما لو انت هتعمليها في الخلاط هتزوديها شويه ميه وهتبتدي تضربيهم لغايه ما هتبقى انعم من كده شويه. الخلاط طبعا ما ينفعش زي الكبه لان الخلاط لازم نزوده شويه ميه عشان يتحرك معايا. فهنا هنعبيها في علب، هنعملها كده عجينه ونحطها في العلب. وعايزه اقولك عجينه سحريه، اقضي بقى على اي زفاره معلقه واحده بس كده كبيره حلوه، سمك فراخ اي حاجه بتغسليها انسي زفارتها تماما. هتحطيها مثلا على رف التلاجة، انا هنا حطيتها على رف التلاجة وواحده هشيلها في الفريزر، تمام. انسي اقضي على الزفاره تماما. تعالوا بقى الوصفات اللي بعد كده. اولا انا عندي الميه بس لازم برضك اصفيها علشان هحطها في بخاخه ما تسدش معايا البخاخات، تمام. فصفيتها هنا وهبتدي احضر بيها وصفات قد ايه فعالة، حاجات ببلاش بتشتريها بمبالغ كبيرة جدا. انا عايزاكي لو وصل معايا لغاية دلوقتي تتابعي معايا اولا الفيديو للنهاية لانه كله افكار، وثانيا تحطي لايك للفيديو وتعملوه شير لان الوصفة تستاهل الكل يجربها والكل يستفيد. الدال على الخير كفاعله. تعالوا هنا صفيناه، نجيب بقى بخاخة معانا اي بخاخة عندنا ونبتدي ناخد المية دي قد ايه هي مركزة جدا ما فيهاش ولا نقطة مية زودتها، هي مجرد سلق البرتقان. وطبعا عايزة اقول لك ان البرتقان هنا مش لازم تسلقيه لغاية ما تعجنيه، مجرد بس يسلق علشان خاطر ما يعملش عفنة لما تشيليه بعد كده لما يقعد معاك في التلاجة. وهنبتدي نضيف له فنجان من الخل،
الخل طبعا كلنا عارفين ان هو معقم عام لكل حاجة في المطبخ، لازم نستخدم الخل، ويا ريت بقى خل خام تجيبيه من السرجة كده. هنحط معيار فنجان زي ما قلت لك، وهتبتدي بقى تحطيه في البخاخه وترجيها رجه حلوه كده يختلطوا مع بعض. والميه اللي فضلت مني دي احتفظي بيها في رف التلاجة، تحطيها في ازازه كده وتحطيها في باب التلاجة. وقت ما تحبي تستخدمي تعملي الخلطه تطلعي بس. تعالي نشوف هنستخدمها في ايه. طبعا منظف للخشب، نضفي بيه كل خشب البيت. الخل طبعا، دي فكره الخل دي فكره استرجي هو اللي كان قايل لي عليها، وانا قلت لكم الناس اللي متابعاني انا بنضف الخشب بالخل. ما بيخللوش ما بيعملوش اي تشققات. البليدج مع الوقت بيعمل تشققات للخشب، فده بينظف الخشب وبيلمعه وبيحافظ عليه كمان. فانا هنا بنظف الخشب. وطبعا كتير مننا مش بيحب ريحة الخل قوي، فلما نحط له شوية المية بتوع البرتقال حسنت ريحته تماما، ومش هتشمي ريحة للخل. بيخلي الخشب بيبرق وبينضف معايا وبيتعقم. طبعا الكسترات دي ما بتتحطش تحت المية زيها زي الخشب، فانا لما بعملها بالحركة دي وارش عليها يبقى انا كده عملت ملمع للخشب من غير ما اذيه، وفي نفس الوقت عقمته ونضفته. تعالوا بعد كده ملمع للستانلس. انا حبيت اعمل لك بعيد عن البوتاجاز، يعني انا حبيت الوصفه كلها تكون على الرخامه. المعالق دي موجوده متوصه زي ما انتم شايفين، متوصه جدا ومبقعه. بصي لونها عامل ازاي، طبعا واضح جدا. طبعا موجوده على الرخامه، فاي دهون موجوده عليها لانها جنب البوتاجاز على طول. هوريك دلوقتي استخدامها عامل ازاي. يعني حضرتك كده بنشتري ملمعات للستانلس. طبعا بتغسلي البوتاجاز من وقت للتاني، بس ما بيبقاش بيلمع بالطريقه اللي انت عايزاها. فحضرتك بعد ما تصبني البوتاجاز تديله كام بخه من دول كده وتنضفيه وتمسحيه، وشوفي قد ايه هيبقى عامل زي المرايه. بص المعالق مجرد ما مسحت بقماشه مطبخ بس، بص بتبرق ازاي روعه. يبقى ادي معايا بردك ملمع للخشب، ملمع للستانلس، بيقضي على اي ميكروبات على الرخامه، تخلي الرخامك زي الفل. ريحته هتبقى حلوه، متعقم نظيف، بيطلع اي بقع موجوده على الرخامه. استخدمه وادعي لي، انا عايزاكي تدعي لي بعد الوصفات دي. تدعي لي ان شاء الله هتكون ايدك ورجلك في المطبخ، وكلها حاجات بسيطه جدا. احنا ما تعبناش في اي حاجه، كلها قشر كنا هنرميه عملنا منه حاجات تجنن. بص الرخامه بقت عامله ازاي، بتبرق من غير اي مجهود، مجرد ابخ ولمع. عايزه اقول لك بردك الميكرويف، اي حاجه عندك ما بتصبنش ممكن تبخ عليها وهتلاقيها زي الفل وريحتها تحفه. تعالوا بقى بدل الجلانس، كلنا بنشتري جلانس بالشيء الفلاني، فانا عملت لك منظف ببلاش وبديل للجلانس. يبقى عندي بديل الجلانس، بديل البليتش، بديل لحاجات كتير جدا. الازاز المرايه الحمام لقيتها هيب، بص لقيت مفيش اسوأ منها في البيت، فبصراحه حبيت اجيبها لانها اكتر حاجه متسخه. بصي بقى مجرد بخ عليها وشوفي. طبعا كان الاول في حاجات من معجون صابون الكلام ده كله كانت متبهدله. بص مجرد ما بخيت ومسحت بقماشه. وعايز اقولك بعد ما تمسحي بقماشه برضك احنا متعودين نمسح الازاز ونمسح بحاجه ناشفه بعديها تلمعيه. وبصي كميه الضوء اللي بتطلع منه عامله ازاي. ووصفات النهارده كده خلصت معايا، بس برضك في وصفات تاني ممكن نقدمها ان شاء الله، بس هشوف قد ايه الفيديو هينال اعجابكم، وبناء على ايه هجيب لكم افكار تاني. اتمنى بقى وصفات النهارده تكون عجبتكم، وما تنسونيش لايك واشتراك في القناه، ودمتم في رعايه الله.